أهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. موضوع الحلقة دي هنتكلم فيه عن حاجة هي مهمة جدا بالنسبة لأي متخصص ولأي حد في المجال بتاع السينما عامة. الحاجة دي انت مش مجبر انك تعملها، ولكن الحاجة دي لو اخترت انك تعملها دي هتكون اضافة مميزة جدا ليك، اللي هو ايه؟ التنوع. طبعا يعني هتقول يعني ايه الكلام ده وده كلام بديهي. طيب هو كلام ممكن يكون بديهي بالنسبة لك، ولكن خلينا نتعرف مع بعض عن الموضوع وان ليه اتكلمت في الموضوع ده. فكرة انك تنوع حاجة يعني ان انت مثلا انت كنت بتشتغل في زون معينة او في جونرا معينة وقررت انك تغير لجونرا تانية. يعني مثلا انت ممكن تكون متخصص في الكوميدي بس قررت مرة واحدة تخش في الدراما، مرة واحدة قررت تخش في الاكشن، مرة واحدة قررت تخش في الانيميشن، مرة واحدة قررت تخش في الرعب او الرومانسي وغيره. لان في ناس بتبقى تخصصها جونرا واحده. يعني مثلا كان في امريكا مثلا مخرجين تخصصهم بس اخراج افلام معينه. يعني في المخرج المتخصص في اخراج افلام الرعب بس، في المتخصص في افلام الاكشن بس، في المتخصص في اخراج الافلام الكوميدي بس. طبعا احنا عندنا في ناس تانية، يعني مخرجين تانيين وممثلين وناس تانية عامه لعبت على كل الالوان وكل الانواع. طيب فايدة بقى انك ممكن تنوع بالنسبة للممثل عاملة ازاي، والمخرج عاملة ازاي، والمؤلف ازاي، والمنتج ازاي. طيب هو بالنسبة للناس اللي انا قلتهم دول فيهم حاجة مشتركة، اللي هو ايه؟ بلعب في سكة جديدة، بجرب حاجة جديدة حتى لو فشلت، او الاسم ايه؟ انا جربت. لانه مش شرط دايما ان انا لما انوع اغير مثلا من اللي انا بعمله واعمل حاجة جديدة وفشلت يبقى انا عندي مشكلة. مش شرط، يعني ممكن اكون ما وفقتش، ممكن يكون حصل حاجة وممكن تنجح، وده بيحصل. يعني زي مثلا لما تحط ممثل كوميدي في دور تراجيدي ويعمل دور حلو جدا وينجح فيه جدا، وده حصل مع كذا ممثل كوميدي زي مثلا روبن ويليامز. كان ليه فيلم انا مش متذكره، هو الممثل ده تخصصه في الافلام الكوميديه فقط. لما عمل اول فيلم تراجيدي ليه من ساعه ما بدأ كارير التمثيل، عمل دور الناس كلها كانت بتحكي وتتحكى عنه. طيب في الاخراج مثلا في 2 مخرجين هم دول اللي جم في ذهني. الناس دي من ضمن مخرجين كتير كانوا متخصصين فقط في اخراج افلام الرعب، اللي هما ديفيد سامبرج وجيمس وان. الناس دي ما كانتش بتعمل غير افلام رعب، اللي عمل منهم صا وعمل ذا كونجورينج واللي عمل انابيل ولايتس اوت وغيره. كل واحد فيهم لما دخل في سكة السوبر هيروز، لما ديفيد سامبرج اخرج شازام وجيمس وان اخرج اكوامان، نجحوا جدا في الموضوع. وبالمناسبة جيمس وان هو قبل كمان ما يدخل في السوبر هيروز، اول التنويع بتاعه كان في فاست اند فيوريوس الجزء السابع، اللي هو كان اخر جزء صوره بول ووكر، ومش يعني مش كله كمان، يعني جزء من الفيلم. وعمل بعدها اكوامان، نجح فيهم نجاح كبير، فده خلاه ان هو ممكن ان هو يتنوع في الجانرز بتاعت افلامه. اما ديفيد سامبرج يعني اول التنويع جه لما ابتدى يخرج شازام، اللي هو فيلم سوبر هيرو ما فيهوش اي رعب. طب بالنسبه بقى للمؤلفين، المؤلفين برضو دي ميزه حلوه. انت كنت بتكتب مثلا نوع معين، قررت انك تغير مره واحده. يعني انت مثلا كان ستايلاتك ان انت ممكن تكتب حاجه بوليسيه، فجاه قررت انك تكتب حاجه كوميدي، او ممكن كنت بتكتب كوميدي وقررت تكتب دراما. المنتج مثلا انت كنت بتنتج دايما نوع معين من الافلام، بس طبعا المنتج هو بيبقى تركيزه ما بيبقاش فني اكتر مما بيبقى تركيزه تجاري، خلينا نقول الحقيقه يعني. بس في بعض المنتجين ممكن يبقى عندهم، ولو واحد في وسط سوق المنتجين كله، ممكن يبقى عنده فكر فني او ابروتش فني، ان هو مثلا ايه، كان ممكن بينتج حاجه معينه، قرر ان هو يغير وينتج حاجه تانية. لو سيبناها من المقاييس الفنيه، ممكن المقاييس التجاريه. يعني ممكن مثلا منتج جرب ان هو يشتغل على افلام كبيره، قرر مثلا انه يشتغل على ان هو ينتج افلام صغيره وميزانيه سيمبل، بس هيعرضها برضو في السينما عادي. فدايما كده الناس دي لازم تلعب على كل الالوان، لازم يبقى في تنوع في كل حاجه، يبقى في تنوع انتاجي، يبقى في تنوع جانرا، يبقى في تنوع في المواضيع، يبقى في تنوع في كل حاجه. وبالنسبه للمؤلفين غير كمان الجانرز، كمان لازم المؤلف يبقى عنده حته التنوع في اختيار المواضيع. في مواضيع كتير جدا احنا ممكن نتكلم عنها، في منها حتى مواضيع ترندي الفتره دي،
ممكن نتكلم عنها، ومواضيع الشعب كله بيتكلم عنها، يعني منتشرة وبنتكلم فيها في أحاديثنا اليومية. المخرج مثلا ممكن ينوع في تكنيكس الإخراج بتاعته، ينوع في ستايل شغله، ما يثبتش على ستايل واحد، لأنه دايما الثبات على نفس الستايل بيولد الرتابة ويولد بقى الملل، وإنه إيه، هتحس إن كله شبه بعض. هنبقى عاملين زي المغني اللي بيغني كلام مختلف بس بنفس اللحن. احنا مش عايزين نبقى كده يعني، لا احنا عايزين ننوع، عايزين نعمل حاجة مختلفة، حاجة جديدة، حاجة تطورنا. التنوع ده ميزته ان احنا نقدر نطور من نفسنا. يعني لما اتكلمت عن تطوير الذات، من ضمن حاجات التطوير اللي ما اتكلمتش عنها هو التنوع. لازم ابقى متنوع، كل شوية اغير جلدي، كل شوية اعمل حاجة جديدة. لو مش لاقي حاجة جديدة ماشي، ممكن اصبر لحد ما اطلع بحاجة جديدة، مش عيب استنى، عادي، يبقى فيه صبر ويبقى فيه مثابرة على ان انا اعمل حاجة جديدة. في بقى مشكلة عند البعض انه مش كله مرن مع فكرة التنوع دي. طب ليه؟ في ناس ماشية على مبدأ او فلسفة اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. ودي يمكن مقولة، على الرغم ان انا ممكن اكون مؤمن بيها في بعض حاجات، ولكن مش مؤمن بيها خالص في موضوع زي التنوع ده. ما اقدرش يعني ان انا ابقى مؤمن بيه، لانه في جملة تانية انا بحب استبدلها: التغيير مطلوب. دايما محتاجين نغير، دايما محتاجين نعمل حاجة جديدة، دايما محتاجين اننا نجرب. والتنوع ده بيخلينا نطور من نفسنا، ونقدر نكتشف قدرات ونكتشف خبرات اكتر، ونكتشف حاجات احنا ممكن نكون عمرنا ما عملناها وان احنا عملناها، او نكتشف اننا قادرين ان على عمل حاجة معينة احنا ما كناش بنستخدمها في الاعمال اللي فاتت. ودي بقى مميزات ان انت تكون حد متنوع وحد متغير. دي كده الموضوع اللي انا كلمتكم عنه بالمختصر المفيد، ان احنا لازم نغير كل شوية، لازم نتنوع، يبقى عندنا فرايتي ويبقى فيه مرونة لده. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من فيلم فاكتوري بودكاست. تقدروا طبعا تتابعوني في صفحاتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك، احمد مصطفى. انا بشكركم شكرا جزيلا، ونتقابل ان شاء الله في حلقة جديدة وموضوع جديد من فيلم فاكتوري بودكاست.